اتفضل يا دكتور، اتفضل. ممكن أعرف بقى أنت جايبانا هنا ليه؟ أنا بقى هجاوبك على كل أسئلتك عن أصل الإنسان. وما كانش ينفع تجاوبيني في المكتب؟ اشمعنى هنا في المعمل؟ ده وده هم أكبر دليل عن صحة نظرية التطور يا دكتور. مين ده؟ ده ميمون. أهلا وسهلا، تشرفنا. ميمون مين؟ ده بقى أكبر دليل هحطه في عين اللي بينكروا نظرية التطور. أنا بقالي 2 سنين شغالة في سرية تامة على المشروع ده. عملتي إيه؟ كنت بتخصبي يورانيوم؟ يورانيوم إيه؟ أنا كنت بعلم القرد ده صفات مكتسبة مننا، زي مثلا إني أخليه ياكل زينا، يلبس زينا، ينام زينا. من الآخر كده أنا كنت بعمله برمجة سلوكية. يا سلام، وإيه الهدف من كده؟ هدفي إنه مادام القرود قدرت تقلد سلوكنا وتطوره، إذن المخ يقدر يطور نفسه بنفسه حسب الحاجة. وده اللي حصل لسلسلة التطور بداية من الخلية الأولية. خلق الإنسان والكائنات الحية مش موضوع علمي قابل للتجربة والنقاش يا دكتور، دي مسألة غيبية محدش شافها ولا حضرها. بيتهيألك يا دكتور. التطور حقيقة علمية صعب إنك تنكرها. لو قصدك على التطور المصغر وتأقلم الكائنات مع الظروف المحيطة فده محدش ينكره لأنه ثابت علميا. كويس، لقينا أرضية مشتركة نتفق عليها. اتفضلي قوليلي مين اللي خلق وأوجد الحياة الأولى؟ من خلية ذكية نشأت من الجمادات، أو ممكن نقول مثلا نزلت من الفضاء الخارجي. ومين بقى اللي أوجد الخلية الذكية الشقية دي بقى؟ صدفة كونية بعد الانفجار العظيم. بعدها الخلية دي احتاجت تتطور في المحيط، فبقت سمكة، والسمكة تطورت إلى بغمائيات، والبغمائيات دي تطورت لزواحف، والزواحف دي مثلا تطورت لكائنات فقارية. أيوة، كائنات فقارية. وعلى فكرة ده اللي جه منها القرود اللي تطورت بقى لإنسان. يعني عايزانا أصدق إن جدي الأول كان شمبانزي وقرر يبقى بني آدم عشان يقدم على شقة في البيت بيتك؟ طبعا بتهرب كل مرة بإنك تتريق عليا. عموما هقولك، التطور حاجة فسيولوجية للكائنات تورث من جيل لجيل. يعني الزرافة مثلا احتاجت إن هي تاكل أوراق من أعلى الشجر، فبدأت رقبتها تطول جيل بعد جيل. طب وبايز مان اللي فضل يقطع ديل الفيران ل19 جيل عشان يورثوا صفة الديل المقطوع، وفي الآخر الفيران برضه طلع لها ديل. ايه؟ فكري. وقف التصوير يا مخرج زيتون لحد ما ريهام تفكر زي ريتشارد دوكنز. يمكن الفيران دي اعتبرت ان اللي حصل ده مش طفرة عشوائية نافعة، او ربما طلع لها الديل تاني بدون قصد. بص يا ريهام، ربنا بيقول والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يعني ربنا خلق الأرض وخلاها صالحة للحياة، وخلق فيها جميع الحيوانات من المصدر الأول لكل سلالة، وبدأ التكاثر بعدها. فالمصدر الأول ده له مسبب وهو الله، مش خلية اتطورت لسمكة ولا قرد بقى إنسان. طب والخالق بقى يا دكتور، مين اللي خلقه؟ هو ينفع تقولي لي مين خبز الخباز أو مين عجن العجان أو مين طبخ الطباخ؟ ما ينفعش يا ماما، يبقى خالق ومخلوق في نفس الوقت. طيب رد عليا، جه منين الخالق اللي بتقول عليه؟ لو قلتلك سين خلق الكون هتقومي تقولي لي ومين خلق سين؟ هقول لك صاد. تقولي لي مين خلق صاد؟ هقول لك جيم. ونفضل نهري بقى في الهبل ده لحد الصبح. الخالق خلق وأوجد، تمام؟ تسميه إله، تسميه مصدر، تسميه سين، انت حرة، بس مستحيل تقدري تنكري وجوده وقدرته. بص يا دكتور، أنا بحب الأدلة المادية الملموسة، ما بحبش كلام السفسطة والفلسفة دي.
يعني انت اللي عندك دليل مادي على كلامك؟ اوف كورس. وفين بقى الدليل ده؟ القرد. ميمون. ماله ميمون؟ جرب كده تعمل اي حاجة بيعملها البشر هيعمل زيك بالظبط. شفت بقى ان القرد طوغ سلوكه زي البشر ازاي؟ بصي، انا هصدق كلامك لما اشوف رد فعله لو اديته حقنة، لان نص البشر على الكوكب بيخافوا من الحقن. استني. انت هتعمل ايه يا دكتور؟ دي حقنة فيتامينات هتخليه يتنطط تنطيط ما اقولكيش. بسم الله. يا قوي يا رب. غريبة قوي، رد فعله زي البني ادمين بالظبط. مش قلتلك يا دكتور؟ صدقت كلامي؟ معلش، محاولة أخيرة. لو القرد صرخ يبقى كلامك صح. دي بقى حقنة عضل تخلي السحلية تقول أنا بنت خالة الديناصور ريكس. يلا يا ميمون يا حبيبي. احنا ما اتفقناش على كده يا دكتورة. ابرة وشكشكة وبعدين ده خابور مش حقن البني آدمين. اثبت يا ميمون، ما تخافش، دي مجرد فيتامينات. لا إله إلا الله، القرد بيتكلم يا ريهام. القرد بيتكلم. لا إله إلا الله، القرد بيتكلم يا ريهام. قرد ايه بس اللي هيتكلم؟ انا مش قرد. مين؟ عتريس؟ انت بتعمل ايه جوه القرد يا عتريس؟ انا القرد، قصدي انا عتريس يا دكتور. هتقول لي بقى جيت هنا ازاي، ولا اضرب الحقنه دي في رجلك اطلعها من زورك؟ دكتورة ريهام ادتني 200 جنيه وقالت لي هتعمل قرد لمدة نص ساعة. الله 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 الله، القرد بيتكلم يا ريهام ها؟ وبعمل ابحاث سريه يا دكتور، عدلت سلوك القرد يا دكتور. بصوا بقى، ده انا هنفخكوا النهارده انتوا الاتنين، قسما بالله لا تاخدوا الحقنه دي 50-50. يا نهار اسوح، مش عايزه اخد حقن. لا لا، ارجوك يا دكتور، عشان خاطر يا دكتور، انا اسفه. اجري عتريس، اجري يا دكتورة. خد يالا. استني يا ريهام، عندي فرخه بتتكلم هوريها لك، تعالي.